كنصوروا كنصوروا لا ماشي اللي تير شي المهدي. لا 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 تنشوفوا الكاميرا خفيه في جميع القنوات المغربيه في هذا رمضان هذا، وكلها تقريبا بستايل واحد، يا اما تيديروها مع ممثلين وفنانه ولا تيخرجوا عن الناس للشارع وتيطلعوها عليهم. ولكن كلنا عرفنا بهذا البلان هذا ديال الكاميرا الخفيه، واللي غيتمثل كيعيطوا للفنان كيقولوا ليه راه غادي نعطيوك واحد الثمن قدا وقدا، تيقول لهم واخا كيوافق، كيوريوه السيناريو وتيمثلوه. هذا العام هذا في MBC 5 خرجت واحد الكاميرا خفيه فريده من نوعها، وراس الحربه فيها هو العشابي، حيت هذه الكاميرا الخفيه تيعيطوا على الممثل تيقولوا ليه راك غادي تمثل معنا في واحد البرنامج كذا كذا، تيجي وتيلقى راسو من وسط واحد الجمهور تينتقدوا وتيعاونهم المقدم ديال البرنامج اللي هو العشابي هو وفتي جمالي، وهذا الشيء باش يعصبوا هذا الفنان هذا. وفعلا الفنان ما كتصرتش ليه وتيهز وتيقلبوا عليهم البلاطو. هذا النوع هذا من الكاميرا الخفيه زادوا فيه واحد الحاجه اللي اون فوا غادي يشوفها الجمهور غادي تعجبو، واللي هي المضاربه. يعني راه مخططين هما باللي غادي تجيب لهم نسب مشاهدات كبيره. وفعلا كل ما راه اون فوا راك تشوف واحد العنوان الفنان فلاني مدابز في واحد البرنامج مع مقدم البرنامج فلاني، يعني راه غادي تدخل باش تشوف يعني هذاك الفنان وهذيك الشهره يعني. وإلا جينا نديرو واحد النظره صغيره على هاد البرامج هادي ديال الكاميرا الخفيه، فراه من التصرفات ديال الممثلين كيبان بلي داك الشيء غير تمثيل. راه ماشي لوجيك باش تجيب واحد السيد ولا سيده ونطلعها عليه وما يديرش فيك شرع يدو بشي ضربه ديال بصح. فعلا في واحد الحلقه فايته من هذا البرنامج هذا جابوا رفيق بوبكر وكنضرب العشابي وهرسوه من يديه ولا عنقو، انا ما عرفتش صراحه، وداوه للسبيطار. ولكن كون كان هذا الشيء بصح راه ما غاديش يرجع العشابي في الحلقه المواليه سالم غانم، بحال ما قاسوش كاع الفنان رفيق بوبكر. هنا غادي تقولوا لي لا راه ما رجعوش للتصوير تتشافى العشابي. غادي نقول لكم لا، هاد البرامج الرمضانيه كامله راه ما كتعطاش لهم شي وقت كبير، يعني ماكسيموم كتعطى لهم شهر باش يتصوروا. وهنا راه ما يمكنش العشابي يبرا في هذا الوقت القصير هذا. وهنا عاوتاني غادي تفكروا غادي تقول لي لا راه يمكن هذه الحلقه هي اللي يختموا بها الطورناج، يعني فان دو طورناج. غادي نقول لكم لا، حيت شكون طرات شي حاجه بصح للعشابي راه ما غاديش يسكت الاعلام، غادي تخرج عاوتاني شوف تيفي وهذيك الصحافه عاوتاني ديال السوشيال ميديا وغادي يقولوا العشابي في حاله خطيره وكاين في السبيطار. ولكن ما خرجت حتى جريده ولا حتى شي فيديو يقول لنا بلي راه العشابي كاين في السبيطار وراه محرس ولا وقع فيه شي حاجه. ولكن هادشي كامل مو في براك، كيديروا السيناريو كيعيطوا على الممثل وتيمثلوا. وكون كان هادشي بصح راه غادي يطيح لهم شي واحد تماك. على ما كاينش فنانين زعما ما عندهمش الطونسيون ما عندهمش السكر، راه ما يمكنش، ماشي لوجيك. بحال واحد الكاميرا خفيه تتمثل بصح في غزه، واللي جبد واحد الشاب في الطاكسي الفردي هذاك اللي مطلعها عليه وكيقول ليه لا راه فلوسك مزورين، جبد الفردي بغا يتيري فيه. غادي نخلي لكم لا فيديو باش تشوفوه وقارنوا ردة الفعل ديال هذاك الشاب مع ردة الفعل ديال الممثلين ديالنا حنا في المغرب. اختصر هاي 50 شيخ. كيف انت بتمزحها يا راجل؟ 50 شيخ كيف انت بتمزحها؟ مزيف يا عم عادي. شو المزيف؟ راسك المزيف يا حبيبي يا زلمه هذا الناس ده انا شبيله مستفز. انهيني. فهيمه انت بدكش 50 شيكل. بدك انت؟ ايش بدي؟ بدك 50 كف عتمك. 50 ايش؟ كف عشان تعلم. 50 ايش؟ لا فرديك انا تسوي لا 50 ايش بدي؟ لا سوق ولا تطلع معك خوان. 50 جيب. بطخك هات 50 جيب. طيب خلاص هات 50 جيب. خلاص مالك خليني خلاص يا رجل خلاص. طيب خلاص ايش فيها؟ اطفي. شايف كاميرا غاد؟ والله نسيت كاميرا ايش؟ سقف كاميرا ايش؟ استغفر الله العظيم. انت كنت برنامج معنا جيت لحالك الله يسامحك. شايف كيف الكاميرا؟ لمست يا رجال الله يسامحك. انت ذبحتني يا زلمه، انت 50 شكل مزوره، احنا تعون خمسينات مزورات.
وإلا رجعنا للكاميرا الخفيه ديال العشابي، فراه كتلقى دوك الممثلين الا كانوا كاعين ما كيضربوش العشابي مباشره، تيهزوا الكاس ولا شي طابله ولا المهم تيضربوها في الارض. علاش ما تضربوش مباشره الا كنتي كاعي؟ ولكن هذا الشيء راه مخططين له. وإلا شايفين النقطه فين كيبان لينا الكاس ولا المزهريه فوق هذيك الطابله ديال العشابي، راه قريب هذاك الكاس تقريبا حدا رفيق بوبكر. راه اون فوا شوف ديك الكاس محطوط في هذيك البلاصه بالضبط، كيبان باللي باغيين في هذاك الكاس يكون حدا رفيق بوبكر، يعني مخططين لهذا الشيء، حتى الديكور مخططين له باش اون فوا يكعى رفيق بوبكر يديروا له اشاره غادي يهز هذاك الكاس غادي يضربوا مع الارض. واصلا كون كانوا تيعيطوا على الممثل وما فراسو ما يتعاود، راه داك المقدم ديال البرنامج ولا العشابي براسو غادي يخاف على السلامه ديالو. اون فوا فراه غادي يحيدوا جميع الادوات اللي كتسبب في خطر لهاد الممثلين هادو، بحال جنويه، طابله، كاس الى اخره، يعني جميع الادوات الحاده واللي كتسبب في خطر. وهذا الشيء باش ما يتعصبش داك الطيف ويهز داك الجنويه ولا الكاس يعني ويصدقوا في شي مشاكل اخرين. ولكن البرنامج ديال العشابي فاصل ونواصل كنشوفوا في البلاطو جميع الادوات الحاده، يعني جميع الادوات اللي كتشكل الخطر على الممثلين. هذا الشيء راه باين، ما يمكنش تلقى كاميرا خفيه وفيها ادوات يعني بحال هذا. وحتى العشابي ملي تيكون الممثل كاعي، العشابي ما كيبانش فيه بلي خايف على راسو ملي تيكون الممثل كاعي، وبالعكس هو تيزيد في السنطيحه ديالو. المهم راه تيضحكوا علينا وتيربحوا الفلوس على ظهر المواطنين اللي ما لاقيينش حتى باش يشريو البصله اللي دابا راه واصله اثمنه خياليه. غادي نرجعوا عاوتاني للموضوع. هاد الممثلين هادو اللي تيمثلوا في هاد الشيء ولينا نفترض هاد الشيء بصح، فراه ماشي المره الاولى اللي تيطرى لهم هاد الشيء، خصوصا رفيق بوبكر كل عام تنشوفوه في الكاميرا خفيه. ولو كان هاد الشيء بصح فراه غادي يعيق بهم في المرات المواليه. ولكن هو تيعيطوا ليه الو رفيق بوبكر كي داير لاباس عليك صحيحه عافاك راه بغيناك في كاميرا كاشي، تيعطيوه السيناريو تيقول لهم شحال الثمن، تيمشي يصور. اللي استقبلوا ماريا نديم قالوا بلي هذيك الحلقه مصوره في رمضان، تصورات في رمضان، يعني هذه راه غادي تدور لكم في الدماغ ديالكم كيفاش هذه متيقه هذيك الكاميرا خفيه واصلا كتعرض في هذاك رمضان فاش تصورات، فهمتيني؟ يعني راه غادي على ما كتفرجش هي ما عندهاش التليفون ما عندهاش التلفازه في الدار، غادي تفرج حتى هي في سميتو في هذيك الكاميرا خفيه. وصراحه الكاميرا خفيه اللي باينه بلي تمثيل هي الكاميرا خفيه ديال دوزين، فراه هما ما تيبدلوش حتى الديكور في الكاميرا خفيه، نفس البيرسوناج تيتعاودوا كل عام، نفس الديكور نفس البلاطو، يعني هادشي راه غادي يعيق به حتى اللي طاير ليه الفريخ. من وجهه نظري لافوت ماشي من هادوك المنتجين اللي تينتجوا العمل، لافوت جايه من هادوك اللي تيتفرجوا من الجمهور، يعني راه كون قاطعوا الجمهور هادشي ما غاديش عاوتاني يتنتج. المهم ما تنساوش ديروا لينا واحد سبسكرايب تما باش نوصلوا في اقرب وقت ل1000 مشترك الا كنتو كتفرجوا في يوتيوب، الا كنتو كتفرجوا في فيسبوك ما تنساوش فولو، واحد لايك، تعليق يكون مزيان ولا كاع ما يكونش مزيان غير علقوا ديروا تعليق ودليو بالراي ديالكم. طلع